انتشرت شائعات مؤخرا عن احتمال انتقال كريستيانو رونالدو إلى النادي الأهلي المصري، لكن هذه الأخبار غير دقيقة وغير مؤكدة. كريستيانو رونالدو حاليا يلعب مع نادي النصر السعودي، ووفقا للتقارير لا توجد خطط أو مفاوضات معلنة بشأن انتقاله إلى أي ناد آخر في الوقت الحالي. أما عن تصريحات تركي آل الشيخ حول تحمله تكاليف انتقال رونالدو إلى الأهلي، فإن مثل هذه التصريحات قد تكون خرجت عن سياق المزاح أو المبالغة الإعلامية، إذ لا توجد أدلة رسمية تدعم هذه الادعاءات. تركي آل الشيخ لديه علاقة سابقة مع النادي الأهلي، لكنه لم يصرح رسميا بدعم صفقات بهذا الحجم حاليا. على العموم، انتقال رونالدو إلى الأهلي يبدو مستبعدا لأسباب تتعلق بالتكاليف المرتفعة وأهداف اللاعب الحالية في الدوري السعودي الذي يسعى لاستقطاب نجوم عالميين. إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسي الإعجاب وترك تعليق عن رأيك.